اليوم وبفضل من الله سبحانه وتعالى كنا في ضيافة هيئة علماء فلسطين للحديث إلى ثلة كريمة من العلماء من كل أصقاع الكرة الأرضية لنحدثهم عن هذه المعركة الخالدة، معركة طوفان الأقصى، والتي ستكون بإذن الله فاتحة معارك التحرير وفاتحة الدورة الحضارية الجديدة للأمة الإسلامية. ونذكرهم بأن بواجب العلماء الاستثنائي مقارنة بغيرهم من أبناء هذه الأمة في التوعية والتحريض والتثقيف حول هذه المعركة وما يخوضه الشعب الفلسطيني اليوم من ابتلاءات عظيمة مقابل تحقيق الأهداف الكبرى بالنصر والحرية والتمكين. ما أكدنا عليه اليوم بشكل خاص أنه إلى جانب المعركة البطولية العسكرية التي يخوضها المجاهدون في كل مربعات ومساحات قطاع غزة والتي نراها جلية على شاشات التلفزة بشكل يومي، هناك معركة أخرى أخطر منها بكثير وفي كثير من الأحيان تمر بصمت، هي معركة الجبهة الداخلية أو الحاضنة الشعبية أو المعركة الإنسانية. فمن اللحظة الأولى أدرك العدو الصهيوني خطورة الالتحام بين المقاومين والمجاهدين وبين أبناء الشعب الفلسطيني رجالا ونساء وأطفالا ومؤسسات، ولذلك منذ اللحظة الأولى وجه ضربات كبيرة وقاتلة لهذه الجبهة المدنية، فمسح مربعات كاملة وشطب عائلات كاملة من السجل المدني، فرض الحصار والجوع ونقص الدواء والكهرباء والاتصالات وغيرها حتى يجبر هذه الحاضنة على أن ترفع يدها عن جبهة المقاومة المسلحة. ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى شعبنا لازال متمسك ومتجذر في أرضه وجاهز لدفع كل الأثمان، لكن هذا لا يعفينا جميعا، والعلماء في مقدمتهم من أن نقوم بالواجب، واجب النصرة على الأقل، إذا لم يكن واجب النصرة بالسلاح فليكن واجب النصرة بالدواء والغذاء والكساء. اليوم هناك نحن نقبل على الذكرى السنوية الأولى لهذه المعركة الخالدة على أبواب الفصل الشتاء، وعدد كبير من العائلات لا يملك لا الكساء ولا الإيواء ولا يملك ما يلبسه في قدميه، لا يملك الدواء، لا يملك الماء النظيف. لذلك أعتقد أننا سنحاسب أمام الله سبحانه وتعالى إذا لم نكن قادرين على نصرتهم بالمال والسلاح، فلننصرهم بالدواء والغذاء. وأعتقد أننا إذا أردنا فسيفتح الله سبحانه وتعالى لنا الأبواب، ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة، ادخلوا عليهم الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون، من أراد سيصل بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك كان هذا اللقاء الطيب وهذا التفاعل الكبير أيضا من السادة العلماء مع كل ما قيل ومع الرغبة في أن يساهموا في نصرة هذه الجبهة، جبهة المجتمع المدني والحاضنة الشعبية، لتثبيتها على الأرض بإيصال المساعدات من الدواء والغذاء والكساء. وجزاكم الله خيرا وتقبل الله منا ومنكم.